عشنا طول عمرنا مفكرين ان ورق الفويل للاكل وبس. ده طلع بجد اختراع محدش يعرفه كتير. ورق الفويل لوجع المفاصل، وانسي بقى ان انت تروحي لدكتور تاني. ده طلع بجد اختراع معظم الناس ما تعرفوش. لو جنبيكي كيسة من الادوية وتعبانة، تعالي هترجعي تقفي على رجلك خلال ساعة واحدة بس. واستخدام غريب لورق الفويل اول مرة تشوفيه. يلا كده لايك حلو منك بسرعة، وتعالي نبدأ مع بعض فكرتنا وهقولك ازاي هنستخدمه. بصي بقى يا ست الكل، كده هتجيبي شوية من الحلبة، هتكوني غسلاهم كويس ومنشفاهم حوالي كده معلقتين كبار من الحلبة، وهتسخنيهم على نار هادية خالص. اهم حاجة ان انت ما تعليش النار عليها علشان الحلبة ما تتحرقش معاكي. شغليها كده لمدة 5 دقايق بالظبط، لحد بس ما الحلبة تسخن كويس جدا مع الطاسة. تمام، بس اهم حاجة ان انت تحافظي على لونها ما يغيرش. فعشان كده هدي النار خالص وخليها كده زي الشمعة. وبعد ما تتأكدي ان الحلبة سخنت معايا والطاسة، هتجيبي بقى نص كوباية من زيت الزيتون، يكون اصلي ويكون بكر، وتحطي كده على الحلبة. طبعا هتطفي النار، يعني قبل ما تحطي زيت الزيتون هتطفي النار، فزيت الزيتون هيبتدي ان هو ياخد من سخونة الطاسة وسخونة الحلبة ويبقى دافي معايا. وهتسيبيها كده لحد ما الزيت يبردوا. بس اهم حاجه تكوني طافيه عين البوتاجاز. وبعد كده هتجهزي 4 فصوص من الثوم، وتبتدي ان انت تهرسيهم كده بالهراسه، او تحطيهم كده في المفرمه. المهم ان هم يكونوا ناعمين علشان يدوبوا معايا بسرعه وما ياخدوش وقت. تمام. لو لسه بقى مكمله معايا الفيديو لحد دلوقتي، يلا لايك وكملي معايا. وبجد الوصفه دي متجربه وهتدعي لي عليها باذن الله. بعد كده هتجيبي بقى اي علبه ازاز عندك تكوني معقماها، وهتحطي بقى في صوص الثوم المهروسه وشويه الزيت مع الحلبه. تمام. وهتسيبيهم بقى كده يا ست الكل لمده يومين. اهم حاجه ان انت تغطيهم على طول، وتغطيهم كده في شنطة سودا، وتحطيهم في حتة ما يتعرضوش للضوء علشان يتعتقوا كويس جدا التوم مع زيت الزيتون مع الحلبة، وكل الفوائد تنزل في شوية الزيت اللي احنا حطيناهم. بعد ما بيعدي يومين هقولك ازاي طريقة الاستخدام، وهنستخدم ورق الفويل ازاي. تمام. هتجيبي بقى الزيت ده عدى عليه يومين واتعتق كويس جدا، هتستخدميه زي اي دهان موجود عندك. وهتجيبي قطع من ورق الفويل. لو انت مثلا عندك مفاصل ايدك وجعاكي، عندك رجلك وجعاكي، عندك ركبتك وجعاكي، هتجيبي كده الزيت ده. وسحر يا جماعة، مضاد حيوي طبيعي بيعالج التهاب المفاصل ويسكن الآلام. بجد حلو جدا. بس عشان نستفيد بيه أكبر قدر ممكن، بعد ما تدهني مثلا ايديكي أو ركبتك أو رجلك، لفيها بورق فويل. طب ايه فايدة ورق الفويل هنا؟ فايدته ان هو بيسخن المنطقة دي وبيخليكي تستفيدي أكبر قدر من الزيت. وده بقى ورق الفويل ممكن تستخدميه مع أي دهان عندك، لو أي مرهم أو أي دهان متعودة عليه. كمان هتستفيدي بيه أكتر لو حطيتي ورق فويل بعد الدهان، أي دهان بقى أو أي نوع أنت متعودة عليه. بس الوصفة دي بجد ناس كتير قوي شكرت فيها وجابت معاهم من الآخر. جربيها ومش هتندمي بإذن الله. لفي ورق الفويل على ايدك بالشكل ده وانتي واقفة في المطبخ. بجد فكرة عبقرية، يا ريتني كنت عرفتها من زمان. تسلم ايد اللي اخترعت الفكرة دي. هتجيبي كده ورق الفويل وهتلفيه على ايدك بالشكل ده. وتعالي بقى حلي اكتر مشكلة ممكن تقابلك. النهاردة جايبالك مجموعة من الافكار هتعجبك وهتخرجي مستفيدة. فيلا كده لايك حلو منك لو اول مرة تشوفيني، وكملي معايا الفيديو للاخر. وهاتي ورق الفويل كده وتعالي بقى اقولك على فكرة بجد هتدعي لي عليها. تعالي نشوف مع بعض اول فكره. اول فكره معايا هقولك على طريقه حلوه قوي تريحك بقى من زحمه المقشات والفرشه بتاعه السجاد والمساحه لو ما كانش عندك ليها مكان. هقولك على طريقه حلوه قوي. هتجيبي كده، انتوا عارفين ورق الفويل ورق الزبده لما بيخلص بتجيبي كده الكرتونه الطويله دي، واوعي ترميها. هاتيها زي ما انت شايفه وقصيها بالمقص بالشكل ده على حسب المقاسات اللي انت عايزاها. ممكن تعملي منها 1 و2 و3. وبعد كده هتبتدي ان انت هتقصيها بالطول، وهوريكي هقصها ازاي. عايزه اقولك هتحل معاكي مشكله الزحمه بتاعه المقاسات
المقشات والمساحة، وفكرة هتعجبك جدا. هتفتحيها بالطول بالشكل ده، وهتجيبي بقى مسدس الشمع وتبتدي انت تثبتيها. طبعا ممكن تثبتيها في اي مكان يكون متداري عندك، ورا باب الحمام او ورا باب المطبخ او في اي مكان محدش يكون شايفه. بتحطي فيه بقى المساحة والفرشة واي حاجة تركبيها زي ما انت شايفة. طريقة حلوة قوي، جربيها وهتعجبك جدا. تعالي بقى اقولك على تاني فكرة. الفاصوليا لو انت بتتنقع معاكي بتاخد وقت طويل عقبال ما تتسلق او تتنقع، تعالي اقولك على معلقة واحدة، وهي معلقة من البيكنج باودر. عايزة اقولك ما بتكملش 5 دقايق على النار وبتلاقيها استوت، من غير بقى ما تقعدي تنقعي كتير ولا اي حاجة. بس هتستخدمي مية سخنة وحطيها بس كده 5 دقايق على عين البوتاجاز وتفرجي بقى. مش هتكمل معاكي 5 دقايق وهتلاقيها اتسلقت معاكي زي ما انت شايفة ولونها جميل. جربي معلقة البيكنج باودر دي، عايزة اقولك هتفرق معاكي جدا. لو لسه مكملة معايا الفيديو يلا كده لايك وتعالي بقى شوفي الفكرة دي. بصي بقى، كتير قوي بنتعرض ان بتلاقي البانه كده لازقه في القميص او في العبايه بتاعتك. هنطلعها بمنتهى السهوله. هتعملي ايه؟ هتجيبي البيروسول اللي هو الرش ده بتاع الدبان والناموس. هترشيه كده على اللبانه زي ما انت شايفه، وادعكي كده. عايزه اقولك هتطلع معاكي سليمه من غير ما تسيب معاكي اي اثر. طريقه حلوه قوي تطلعي بيها اي لبان لازق في السجاد او لازق كمان في العبايه او الهدوم. وبعد كده تحطيها طبعا جوه الغسيل وتغسليها. تعالي بقى اقولك على السر اللي يخلي البوتاجاز بتاعك بيلمع. هتجيبي كده معلقه او معلقتين من زيت المستعمل، زيت القلي بتاعنا المستعمل مش زيت جديد. هنستفيد بيه. وهناخد بس كده معلقتين زي ما انت شايفه، معلقتين صغيرين خالص. وهتحطي عليهم صابون سائل يكون خام بتاع المواعين، ما يكونش عليه اضافه اي ميه. يبقى معلقتين زيت وصابون بتاع مواعين، وبقطعه سلك كده دوبيهم. هتبقى عامله معاكي زي الفوم. بصي بيتحول معاكي الفوم ابيض. ده بقى هيقضي لك على اي دهون او اي حروق موجوده عندك في فرن البوتاجاز او كمان الاستانلس بتاع البوتاجاز. جربيه بجد روعه، بيخلي البوتاجاز يرجع جديد. تعالي بقى نشوف الفكرة الأساسية. هتجيبي ورق الفويل وهتلفيه على ايدك. عايزة اقولك الفكرة دي حلوة قوي. كلنا بنعاني من آلام الأعصاب وبندهن كده مراهم كتير بس ما بتجيبش معانا نتيجة. هي الفكرة ان انت لو دهنتي اي نوع كويس ولفيتي عليه كده فويل زي ما انت شايفة، سواء كان على ايدك او على رجلك، عايزة اقولك بتسخن المرهم جدا وبتخلي المسكن يشتغل بسرعة وبيجيب نتيجة فعالة. جربي الطريقة دي هتعجبك قوي. نيجي بقى الفكره اللي بعد كده. هتجيبي النعناع زي ما انت شايفه وفي شويه زيت زيتون، وهتبتدي ان انت تقلبي كده النعناع وتحمصيه في زيت الزيتون لحد ما ينشف معاكي. ده النعناع اخضر. هتغسليه طبعا كويس جدا ومعلقتين 3 في زيت الزيتون، وقلبي بقى كده على نار هاديه خالص لحد ما توصلي ان النعناع بتاعك بدا يدوب خالص يعني. وبدل ما يكون اخضر هتلاقيه نشف معاكي كده وبقى لونه اسود زي النعناع الناشف بالظبط. هتهدي النار وافضلي بقى قلبي فيه. طب احنا بنعمل كده ليه؟ احنا عايزين النعناع كل الفايده بتاعته وان النعناع يتعتق جوه زيت الزيتون، يعني في الاخر كده يبقى شبه زيت النعناع بالظبط اللي انت ممكن تجيبيه من بره. تمام، نفس الريحه ونفس تقريبا الفايده. بتجيبيها كده زي ما انت شايفه وتفضلي بقى تحمصي النعناع. كل مره هيدبل معاكي لحد ما ينشف خالص، بس ما تنسيش طبعا تهدي النار. عايزه اقول لك الحركه دي فعلا حلوه جدا. حد قال لي عليها من بتاع العطاره يعني، وقال لي تقدري انت تعمليه في البيت وتستفيدي بيه في حاجات تانية كتير، اللي هو زيت النعناع. تمام، بعد ما بدأ ينشف معايا كده اهو، هحط عليه معلقه من الجنزبيل. دقيقه دقيقتين على النار عشان الجنزبيل الفايده بتاعته ما تروحش. هتطفي النار وتبتدي بقى كده بشوكه او معلقه، المعلقه الخشب، وتبتدي ان انت كده تفركيه. هيفرك معاكي كده لان هو اصلا ناشف. وبعد كده هتجيبي قطعه شاش او اي حاجه عندك تقدري ان انت تصفي الزيت بس. انا عايزه الزيت بس. جبت كده قطعه عندي، بدات ان انا اصفي النعناع زي ما انت شايفه، علشان انا عايزه كل النعناع اللي موجود ده والجنزبيل ما يبقاش موجود. انا عايزه الزيت بتاعه او الخلاصه اللي انا عملتها. عايزه اقولك الزيت ده بقى فعلا كنز. كنز في ايه؟ كنز ان انتي لو رقبتك وجعاكي، عندك خشونه في الرقبه، عندك القدم بتاعك وجعاكي، رجليكي وجعاكي من وقفه المطبخ، هتدهني وتبتدي ان انتي تلبسي شراب.
عايزه اقولك سحر، مش هتحسي بالم تاني. الناس اللي بتعاني من إن دايما كعب رجلها وجعها من كتر الوقفه، هتدهن دهنه كده وهتلبس شراب، وشراب يكون صوف، وسيبيه بقى كده طول الليل، واصحي تاني يوم اغسلي رجلك. عايزه اقولك فعلا حقيقي هتبقى مسكن معاكي، سواء كان لخشونه العظام، الرقبه، القدم، الكعب، اي حاجه عندك تعباكي جربي الوصفه دي. كده الفيديو بتاعنا خلص والافكار خلصت. يا رب تكون الافكار فادتكم، ودمتم في رعايه الله. والسلام عليكم.